السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية كده كل سنة وانتم طيبين، ومعذرة عن تأخير الفيديوهات. بس عيد بقى، كان المفروض انزل لكم الفيديو ده من بدري، بس معلش بقى عيد. كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية ان شاء الله تكونوا محققين كل اللي بتتمنوه يا رب يا رب. المهم يلا، النهاردة هنعمل جولة في الشقة كده سريعة، وهوريكم الحاجات اللي انا جبتها. ومعلش بقى ما عملتش معاكم التنظيفات والكلام ده، عشان ما شاء الله كلنا شطار وما كانش فيه وقت، فما شاء الله كلنا شطار. فالمهم يلا نشوف كده جولة في الشقة وقولوا لي ايه رأيكم. خلينا بقى نبدأ كده بأول أوضة. الأوضة اللي على اليمين، ربنا كده يجعلنا من أهل اليمين يا رب. فالمهم دي اللي تعتبر اللي هي انا كنت مسميها الاوضه المهجوره، فعملتها اوضه انتريه. حطيت فيها الكنبتين بتوع الركنه والبفين دول والترابيزه. المفارش دي انا اللي مخيطاها على المكنه عندي، عاملاها. والستاير دي انا اللي مخيطاها على المكنه، فحبيتها تبقى بالشكل ده، يعني بحيث ان لو جه ضيف او حاجه ما يبقاش كاشف الشقه كلها. فقلت اخليها اوضه زي اوضه انتريه كده، فعملتها بالشكل ده. قولوا لي ايه رايكم، اكتبوا لي كده لو في اي تعليق او حاجة عايزين نغيرها. تمام، نغيرها مع بعض. وهنا حطيت البف ده، ودي الكنبة التانية. على فكرة والله الكاميرا ظالمة الحاجة، بس ما شاء الله الحاجة حلوة يعني. المهم هنا خلاص شفنا الأوضة، قلت اوريكم الريسبشن، فقولوا لي ايه رأيكم كده. فما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، الريسبشن كبير، فحاطه فيه حفظتين، الواحدة 2 في 3. وحبيتهم اللون ده علشان يمشي مع لون الستارة. فانتوا قولوا لي ايه رأيكم فيها. فالمهم هنا جنب باب الشقة حاطه المراية دي، وحاطه بوت الزرع ده. وهنا حطيت التابلو ده علشان التابلو، علشان لوحة الكهرباء مفيش اي لوحة جاية على مقاسها، فحطيت ده علشان تداري بس ايه لوحة الكهرباء. وهنا عزكم الله الحمام، وحطيت الجزمة دي والطابلوهات دي، حبيتها بالشكل كده. قولولي ايه رأيكم. بس وده كده ايه يبقى الريسبشن. هو ما فيهوش تفاصيل كتير يعني، بس ما شاء الله حلو يعني، هادي كده. المهم وهنا بقى حاطه بوت الزرع دوت اللي وريتهولكم. وجنب جنب الاوضه بقى المطبخ. وهنا بس قلت ايه نخلص الريسبشن الاول، وبعدين هوريكم المطبخ. حاطه الاتنين طابلو دول هنا بالشكل ده. تمام، وده الكفر. فانتوا ايه قولولي ايه رايكم، واستاهل بقى قد ايه لايكات. قولولي ايه رايكم. فلو في اي حاجه عادي نغيرها مع بعض عادي، لو في اي حاجه يعني مش عاجباكم نغيرها مع بعض سوا. فالمهم نخش بقى نشوف المطبخ. هنا الاول حاطه المبرد اللي هو الديسبنسر، فحطاه كده في البدايه. ويلا بقى نشوف المطبخ. ده كده المطبخ ما شاء الله يعني. فرشت حطيت السجاده الجديده بعد التنظيفات طبعا، وحيلنا متهد، بس مش مشكله، المهم النتيجه مرضيه. فحطيت السجاده دي 3 متر وعرض 80. قولولي كده ايه رايكم. بصوا كده بعد الانوار والتنظيفات والحاجات دي، قوليلي ايه رايكم. هو اي نعم حيلنا اتهد، بس الحمد لله يعني النتيجه مرضيه. ودي ضلفه النيش كده اللي حاطينها. فالمهم ايه قوليلي كده ايه رايكم، وقولولي كده استاهل كام لايك، عشان انا تعبت تعبت بجد. يعني كلنا اتهد حيلنا في العيد، بس الواحد ما بيحسش بالعيد الا لما طبعا يتهد حيله والتنظيفات
تقعدي كام يوم كده رايقه. فالحمد لله. فخلاص كده خلصنا الريسبشن والاوضه والمطبخ، ندخل بقى على الاوضه التانية اللي هي جنب المطبخ. فدي الاوضه التانية اللي هي جنب المطبخ على طول، اللي هي فيها البلكونه. دي مع الحاجات، مع التجديدات اللي احنا عملناها. فقولوا لي كده ايه رايكم. ودي الستاره اللي انا مخيطاها، اللي انا مخيطه كل الستاير بتاعه الشقه اساسا، كلها عملتها على المكان عندي. دي البلكونه. بس بعد ما اخلص كده الجوله في الشقه كده هوريكم البلكونه. تمام. هي الاوضه ما فيهاش حاجات كتير، بس هاديه كده، حتى في التنظيفات يعني بتبقى سهله. فالمهم كده قولوا لي ايه رايكم. المصحف دوت جاي هديه، اللي هو اللي لونه ذهبي دوت، جاي هديه. قولوا لي كده ايه رايكم. المهم خلاص هنا خلصنا الاوضه اهي. هي ما فيهاش تفاصيل كتير يعني، بس ما شاء الله يعني حلوه رايقه كده وهاديه. فالمهم خلاص، خلصنا كده الاوضه دي. تعالوا ندخل كده على اخر اوضه. المهم خلاص يلا هنشوف كده اخر اوضه اللي هي جنب الركن على طول. بصوا كده حطيت المشايه دي هنا، ودي اللي هي القديمه اللي كانت عندي، والتانية الناحيه التانية، علشان انا كنت جايبه 2 والدواسه بس. وده المفرش طبعا اللي هو اللي وريته لكم. قولوا لي كده ايه رايكم. ما شاء الله كل حاجه نظيفه بعد ما حيلنا اتهد، بس الحمد لله الحمد لله يعني على كل حال. الحمد لله. المهم ايه، وده خلاص الريسبشن. والطبلوهات دي حطيتها كده بالشكل ده. وده بوت الزرع حطيته هنا. فالمهم كده إيه دي تكون نهاية الفيديو اللي هي جولة في الشقة. قولوا لي ايه رأيكم، وقولوا لي ايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكوش. وان شاء الله نغيره كده مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. مع الف الف سلامة. مع السلامة.